فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها روبي عايشة في مدينة صغيرة على البحر، وحياتها مختلفة تماما عن أي حد حواليها، مش لأنها غريبة أو منطوية بطبعها، لكن لأنها الشخص الوحيد في عيلتها اللي بيسمع. أبوها فرانك وأمها جيكي وأخوها الكبير ليو كلهم صم، وده مخلي روبي من وهي طفلة شايلة مسؤوليات أكبر من سنها بكتير. هي مش مجرد بنت في البيت، دي المترجمة والمتحدثة الرسمية والمسؤولة عن التواصل بين عيلتها والعالم كله تقريبا. كل يوم الصبح بدري جدا قبل ما تروح المدرسة كانت بتنزل البحر مع أبوها وأخوها في مركب الصيد، تشتغل معاهم وتساعدهم في بيع السمك والتعامل مع الزباين، وبعدها تروح المدرسة وهي أصلا مرهقة، وده كان عامل فجوة كبيرة جدا بينها وبين باقي الطلبة، بينما هي أي طالب في سنها بيفكر في الخروجات والحفلات والحب والدراسة. كانت هي بتفكر في أسعار السمك والمشاكل القانونية اللي بتقابل شغل العيلة، وعشان كده كانت دايما حاسة انها مش شبه حد، لا هي قادرة تعيش حياة المراهقين الطبيعية ولا قادرة تتكلم عن ظروفها بسهولة. والأسوأ من كده ان بعض الناس كانوا بيتريقوا عليها وهي صغيرة بسبب طريقة كلامها، لانها اتعلمت النطق وسط ناس صم، فكانت بعض مخارج الحروف مختلفة شوية. الجرح ده فضل جواها سنين طويلة وخلاها تخاف من أي موقف ممكن تكون فيه محاط أنظار الناس. وفي المدرسة كانت معجبة بولد اسمه مايلز، إعجاب المراهقين البسيط اللي بيخلي الواحد يعمل أي حاجة عشان يقرب من الشخص اللي بيحبه. ولما عرفت إنه ناوي يدخل الكورال المدرسي دخلت هي كمان من غير ما تفكر مرتين. كانت فاكرة إنها مجرد فرصة تقرب منه، لكن هي نفسها ما كانتش تعرف إن القرار العشوائي ده هيغير حياتها كلها. وفي أول تدريب للكورال المدرس السيد في طلب من كل واحد يغني جزء صغير من أغنية عيد الميلاد عشان يعرف مستوى كل طالب. هنا بدأت الكارثة بالنسبة لروبي، مجرد فكرة إنها تقف قدام الناس وتغني كانت مرعبة. الخوف القديم رجع تاني، خوف السخرية وخوف الأحكام وخوف إنها تبقى مختلفة. ولما جه دورها ما استحملتش وهربت. المشهد ده مهم جدا لأن الفيلم من البداية بيقولك إن أكبر عدو لروبي مش الناس، أكبر عدو ليها هو الخوف اللي عايش جواها من سنين. بعدها راحت الغابة، قعدت جنب البحر وكانت بتغني الأغنية عيد الميلاد، وكان صوتها تحفة وكان مشهد جامد جدا. بعدها راحت للسيد فيه واتكلمت معاه بصراحة لأول مرة، حكيت له عن التنمر وعن إحساسها إنها مش شبه حد. وهنا السيد فيه عمل حاجة بسيطة لكنها مؤثرة جدا، قال لها إن الكورال مكان لكل الأصوات، مش الأصوات المثالية بس. ولما سمعها بتغني فعلا اتصدم، لأن البنت اللي كانت مستخبية طول عمرها كان عندها صوت جميل بشكل استثنائي. ومن هنا بدأت أول مرة حد يشوف موهبة روبي الحقيقية، مش باعتبارها مترجمة لعيلتها أو بنت صيادين أو المسؤول عن البيت، لكن باعتبارها شخص عنده حلم خاص بيه. وبعد فترة قرر السيد فيه يخليها تغني دويتو مع مايلز، وفي البداية الموضوع كان فوضوي جدا، كل واحد كان بيدرب لوحده، ولما يجوا يغنوا سوا يطلع الأداء سيء. فقرر المدرس يجبرهم يقضوا وقت أكتر مع بعض ويتدربوا سوا، وهنا بدأت العلاقة بينهم تتطور بالتدريج. مايلز ما كانش مجرد قصة حب في الفيلم، لكنه كان رمز الحياة الطبيعية روبي عمرها ما عاشتها، حياة فيها مواعيد وخروج وضحك ومشاعر بعيدا عن المسؤوليات التقيلة، لكن حتى اللحظات اللطيفة كانت بتتصدم بواقع حياتها. لما عزمت مايلز البيت عشان يتدربوا حصل موقف محرج جدا بسبب أصوات أبوها وأمها العالية أثناء علاقتهم الزوجية، لأنهم صم ما كانوش مدركين حجم الضوضاء اللي بيعملوها. وتاني يوم المدرسة كلها كانت بتتكلم عن الموضوع. هنا رجع إحساس الإحراج اللي روبي بتحاول تهرب منه طول عمرها، والإحساس إن عيلتها مختلفة بتمنعها إنها تبقى زي أي بنت تانية. وفي لحظة غضب قطعت علاقتها بمايلز لأنها افتكرت إنه السبب، لكن بعد كده اكتشفت إنه ما كانش يقصد، وبدأت علاقتهم ترجع أقوى من الأول. وفي نفس الوقت كانت العيلة كلها بتدخل في أزمة أكبر بكتير، شغل الصيد اللي بيعتمدوا عليه مهدد بالانهيار، قوانين جديدة ورسوم وغرامات بتخنق الصيادين الصغيرين. وفرانك أبو روبي بدأ يحس إن النظام كله ضدهم، ودي من أجمل خطوط الفيلم، لأنه مش بس بيتكلم عن بنت عندها حلم، لكنه بيتكلم عن أسرة كاملة بتحاول تحافظ على مصدر رزقها. بس هنا فرانك رفض يستسلم وقرر يعمل شركة مستقلة للصيادين ويبيع السمك مباشرة. الفكرة كانت جريئة جدا لكنها محتاجة مجهود ضخم، وطبعا كالعادة كانت روبي هي حلقة الوصل الوحيدة. في الوقت ده السيد في كان في مقتنع ان مكان روبي الحقيقي مش على المركب صيد، هو شايف فيها فنانة حقيقية تقدر تدخل كلية بريكلي للموسيقى، واحدة من أهم كليات الموسيقى في أمريكا. لكن هنا الفيلم بيوصل لأصعب صراع فيه، هل روبي تختار نفسها ولا تختار عيلتها؟ وده السؤال اللي بيخلي الفيلم مؤثر جدا، لأن مفيش طرف شرير، مفيش أب قاسي بيمنع بنته من أحلامها، ومفيش بنت أنانية عايزة تسيب أهلها. كل طرف عنده حق، العيلة محتاجاها فعلا وهي تستحق حلمها فعلا. وعشان كده كل قرار كانت بتاخده كان مؤلم، كل ما تحاول تركز في الغنى تظهر مشكلة جديدة في شغل العيلة، وكل ما تساعد العيلة تضيع فرصة من مستقبلها، لدرجة ان السيد في نفسه فقد اعصابه في لحظة واتهمها انها مش مهتمة بالموسيقى كفاية.
ويمكن دي كانت أول مرة حد يواجهها بالحقيقة، لأن روبي طول عمرها بتحاول ترضي الجميع لكن مستحيل ترضي الجميع في نفس الوقت. وبعدين بتيجي الضربة الأقوى، أبوها وأخوها بيطلعوا الصيد من غيرها فبيتم إيقافهم لأنهم ما سمعوش التحذيرات والإشارات بسبب إعاقتهم السمعية، وده بيؤدي لعقوبات كبيرة تهدد مستقبل المشروع كله. ساعتها روبي بتقرر تضحي بحلمها، تقول خلاص مش هروح الجامعة، هفضل مع العيلة. القرار ده في الظاهر نبيل جدا لكنه في الحقيقة كان استسلام، والشخص الوحيد اللي فهم ده كان اخوها ليو. لاول مرة بينفجر في وشها ويقول لها ان مش محتاجينها بالشكل اللي هي متخيلاه. الكلام كان مؤلم لكنه حقيقي، لان روبي كانت شايفة نفسها مسؤولة عن انقاذ الجميع، بينما العيلة نفسها كانت محتاجة تتعلم تعتمد على نفسها. وبعدين بيجي واحد من اجمل المشاهد في الفيلم كله. العيلة بتحضر تدريب الكورال، هما مش سامعين اي حاجة لكن شايفين وجه الناس حواليهم، شايفين الانبهار والتأثير والتسقيف، والأول مرة بيبدأوا يفهموا إن بنتهم عندها موهبة حقيقية حتى لو هما نفسهم مش قادرين يسمعوها. والمشهد اللي بعده يمكن يكون أقوى مشهد في الفيلم كله، لما فرانك بيطلب من روبي تغنيله وهو حاطط إيده على رقبتها وأحبالها الصوتية. هو مش سامع صوت لكنه بيحاول يحس بيها، بيحاول يقرب من عالم بنته بالطريقة الوحيدة اللي يقدر عليها. المشهد ده لوحده بيلخص رسالة الفيلم كله، إن الحب مش محتاج تسمع عشان تفهم، ولا محتاج تتكلم علشان تعبر. بعدها بتسافر العيلة كلها لبوسطن عشان اختبار براكلي، وروبي بتكون مرعوبة، حاسة إنها مش جاهزة، حاسة إنها ضيعت وقت كتير، وحاسة إن مستقبلها كله واقف على اللحظة دي. ولما تطلع المسرح وتلاقي عيلتها موجودة تبدأ تستعيد ثقتها وتغني بكل قلبها، مش بس عشان تنجح لكن عشان أخيرا تعبر عن نفسها. وفي اللحظة دي بتحصل النقلة الحقيقية في شخصية روبي. البنت اللي كانت طول عمرها صوت لعيلتها بقت أخيرا صوت لنفسها، وفي النهاية بيتم قبولها في براكلي. والأجمل من قبولها إن العيلة كلها بتتغير، عمال الصيد بيبدأوا يتعلموا لغة الإشارة، والعالم اللي كان بيجبر عيلة روبي تتأقلم معاه طول عمرهم بيبدأوا أخيرا يتأقلموا هم كمان معاهم. ولما تيجي لحظة الوداع الأخيرة وتحضن روبي أهلها وتتحرك العربية بعيد، بنحس إن النهاية سعيدة وحزينة في نفس الوقت. سعيدة لأن أخيرا حققت حلمها، وحزينة لأن كل خطوة للأمام أحيانا بتحتاج تسيب جزء من حياتك وراك. وده سر قوة فيلم كودا، مش لأنه فيلم عن الغنى ولا لأنه فيلم عن الصمت، لكنه فيلم عن اللحظة اللي الإنسان بيقرر فيها يعيش حياته هو من غير ما يبطل يحب الناس اللي ضحى عشانهم طول عمره. بس كده وبيكون قصة فيلمنا خلصت. لكن قبل ما انهي الفيديو، بصراحة اكتر حاجة شدتني في فيلم كودا انه فيلم هادي جدا لكنه في نفس الوقت بيوصل مشاعر قوية من غير ما يحاول يجبرك تعيط او يتاجر بالعاطفة. كل حاجة فيه كانت طالعة بشكل طبيعي، وده من الاسباب اللي خلت الفيلم يسيب تأثير كبير بعد ما خلص. اكتر نقطة عجبتني هي ان الفيلم ما كانش بيتكلم عن الصم على قد ما كان بيتكلم عن المسؤولية. روبي كانت طول عمرها شايلة فوق طاقتها، ولدرجة انها نسيت انها من حقها يكون لها حلم هي كمان، ودي فكرة ناس كتير هتقدر تحس بيها حتى لو ظروفهم مختلفة تماما. كمان الشخصيات كانت مكتوبة بشكل ممتاز، مفيش شخصيات حسيتها موجودة زيادة او معمولة عشان تحرك الاحداث وخلاص. حتى الأب اللي ممكن في الأول تفتكره هيبقى الشخص اللي هيقف ضد حلم بنته، طلع في الآخر أكتر واحد نفسه يشوفها تنجح لكنه كان خايف من فكرة إنها يعيش من غيرها، ودي كانت لمسة إنسانية جميلة جدا. أما التمثيل فأعتقد إنه من أقوى عناصر الفيلم كله. الممثلين قدموا أدوارهم بإحساس كبير، وخصوصا المشاهد اللي كانت بلغة الإشارة حسيتها حقيقية جدا ومليانة مشاعر حتى من غير كلام. ولو هتكلم عن النهاية فأنا شايف إنها كانت من أفضل النهايات الممكنة، لأنها لا كانت حزينة بشكل مبالغ فيه ولا كانت سعيدة بطريقة خيالية. كانت نهاية منطقية فيها فرحة إن روبي بدأت تحقق حلمها، وفيها إحساس طبيعي إن أي خطوة جديدة في الحياة بيكون لها تمن، حتى لو التمن ده هو إنك تبعد شوية عن الناس اللي بتحبهم. ولو في حاجة ممكن بعض الناس تختلف عليها فهي ان الفيلم ايقاعه هادي ومفيش احداث كبيرة بتحصل كل شوية، لكن بالنسبة لي ده كان جزء من جماله، لانه كان بيعتمد على الشخصيات ومشاعرها اكتر من اعتماده على المفاجآت. وفي النهاية انا شايف ان كودا واحد من الافلام اللي يستحق الضجة والجوائز اللي خدها، لانه فيلم بسيط في فكرته لكنه عميق في احساسه، ويقدر يخليك تخرج منه وانت مقدر قيمة العيلة وفاهم ان تحقق حلمك مش معناه انك اناني، لكن المهم تعرف توازن بين اللي بتحبه وبين اللي نفسك توصله. بس كده ونكون خلصنا الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، والسلام.